هو ابن من أبناء النادي الأهلي، حمل شعار ولواء النادي الأهلي عبر سنوات طويلة جدا جدا في التألق والاحتراف الخارجي، حطت به الرحال في تركيا وفي إنجلترا، وما زال تريزيجيه ينبض بهذا الحب للعشق الأول، وقال لك إيه؟ وإنما الحب للحبيب الأولي، والحبيب الأولي هو النادي الأهلي. النهارده في حلقة خاصة مشرفنا ونورنا تريزيجيه. مساء الفل، اهلا وسهلا. حبيبي يا هيما، مبسوط جدا ان انا معاك وشكرا على المقدمه ديت. بس قبل اي حاجه عايز اعزي كابتن محمد صبري وجمهور نادي الزمالك وجمهور مصر بعزيهم على الوفاء وكده، ويا رب يكون في الجنه باذن الله، ومصر كلها تدعي له ان شاء الله يكون في الجنه، وربنا يصبر اهله يا رب ان شاء الله. يا رب، اللهم امين. ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله باذن الله. يا اخي، من يوم ماتش الزمالك هتجنن اسالك السؤال، مش هبتدي بشكل تقليدي خالص. انا على الهوا وانا اصلا بتفرج على ماتش، ضربة جزاء للاهلي 1-1، ماتش صعب، دقيقة 78، جمهور في كل حتة، تريزيجيه ياخد الكرة، بتكلم على ماتش الدوري، وانا عارف ان انت كنت رقم 1 في ضربة الجزاء، تحط الكرة وهتجنن واعرف انت عملتها ازاي. حتى انا قلت عليها، قلت جاحد، ضربة جزاء من المستحيل ان حد يروح يتصدى ليها. حط بقى في الخلفيه ضربه جزاء ضايعه، حط كذا حط كذا، اللي هو انا لو مكانك اللي هو لا، انا مش هعمل كده، اي حد تاني يلعب ضربه الجزاء دي اللي انا في الظروف دي. عملتها ازاي؟ لا طبعا هي كانت طبعا تحدي كبير، بس من وانا في نادي الاهلي، من وانا صغير، من واحنا صغيرين واحنا بنتعلم على الضغوطات وقد ايه تبقى تحمل مسؤوليه وكل حاجه. انا غلطت قبل كده ودخلت مش في دوري، بس المره دي كان دوري، وكذا حد من زمايلي كان عايز يشيل من عني الضغط، بس انا اتخلقت عشان اعيش في ضغط عادي، مش فارق معايا الضغوطات والحاجات دي كلها. ديت حاجات باخدها ايجابيه ليا، لان ده اللي اتربيته في النادي الاهلي، بيربونا واحنا صغيرين على الضغوطات وازاي تتحمل المسؤوليه. كان في ناس زمايلي في الملعب وكده كلهم دعموني، قالوا لي ربنا يوفقك، الله يعينك، ومش عارف وانا داخل اشوط. مين اللي قال لك الله يعينك؟ بن شرقي ماسك الكوره، قلت هيجي يقول لي سيبنا شوط ولا حاجه، قلت له الله يعينك اخويا، الله يعينك. بس والحمد لله ربنا وفقني. شخصيه الاهلي بالظبط، دي شخصيه الاهلي، انك تتحمل الضغط ده، انك تختار لنفسك التوقيت ده. ما يعني انا مش عايز اقول هروب، بس صعبه يعني. انا قاعد افكر فيها، يعني انا مكانك، انا حتى قلت كده، انا لو مكانك هلعب الكرة دي واقعد افكر، طب دي لو ما جاش في دماغك لو اتصدت ايه اللي ممكن يحصل؟ ما اكيد انا كنت داخل الحمد لله يعني اوبشن ان هي تضيع، يعني الحمد لله رب ما كانش في حسباني خالص. انا داخل كنت حاطط في دماغي ان انا جبتها خلاص، الحمد لله هي جت، هي بس مساله وقت، اللي هو الحاجه ما يصفر اخش اجيبها. فالحمد لله ربنا طبعا توفيق كبير جدا من عند ربنا، بس الحمد لله انا لو ما اتحملش الضغط ده ما استاهلش العب في النادي الاهلي. يا سلام عليك. النادي الاهلي، يا سلام عليك. النادي الاهلي من اعظم نادي في العالم بالنسبه لي، اللي انا اتربيت فيه وكنت بحلم ان ارجع له في يوم من الايام. واما اعيش الضغوطات ديت، انا بحب الضغوطات، انا اتخلقت عشان اعيش في الضغوطات ديت، والحمد لله الواحد هيبقى قدها طول ما هو لابس شيرت النادي الاهلي. تخرج احسن ما فيك. في ناس تحط تحت الضغط ممكن الامور بالنسبه لها تبقى صعبه. طب ما تخليني اسالك على موضوع الضغوط ده بالمره، بما ان احنا دخلنا في الحته دي. تريزيجيه عندما قدم الى النادي الاهلي، ليه الناس حست ان انت عايز تشيل فرقه النادي الاهلي كلها على كتافك؟ انت عايز تحمل كل حاجه على كتافك، انا هتحمل المسؤوليه. ناس حست شويه انه بالشفقه عليك، لا يا تريزيجيه ما تعملش كده، احنا عارفين ان انت لعيب كبير، عارفين ان انت نجم كبير، ليه بتحمل على نفسك بزياده؟ ليه يا تريزيجيه؟ او هل الاحساس ده اصلا صح ولا لا؟ طبعا صح. انا دايما ببقى نازل الماتش، اي ماتش النادي الاهلي ببقى شايل حمل جمهور كامل. انا عارف يعني ايه جمهور النادي الاهلي، لان انا متربي في النادي، وعارف يعني ايه تلبس شيرت النادي الاهلي، ويعني ايه ابقى راجع بعد فتره طويله في الاحتراف وراجع عايز اعمل حاجه للنادي. فانا اكيد كل ماتش بالنسبه لي نهائي، لو بلاعب اي فريق بلعب قدام النادي، اي فريق بلعبه بديله احترام، ان انا اكني بلعب ريال مدريد، اي فريق بلعبه. فببقى دايما عايز بعد الماتش الحكم يصفر، الشعب الاهلاوي ده كله يكون مبسوط. فاما بيحصل حاجه غير كده، اقسم بالله انا بقعد باليومين ما بنامش، من كتر ما انا عمال افكر الناس زعلانه، انا عايز اسعد الناس دي. انت قعدت زعلان، قعدت متضايق ان الناس زعلانه كتير ماتشات كتير الفتره اللي فاتت، كان في اخفاقات كتير، كان في عدم توفيق، كان الكوره مش عايزه تخش.
بنعمل كل حاجه في الكوره، والكوره مش عايزه تخش، بس طبعا في الاخر النتيجه ما بتبقاش زي ما انت عايز، فاكيد الواحد كان بيبقى مضغوط جامد وبيبقى يفكر في الماتش. يعني الماتش بيخلص، في ناس بتروح خلاص اليوم وعدى وكده، لا انا من الناس اللي بفضل قاعد لحد قاعد في البيت، بروح التمرين وارجع من التمرين على البيت مستني الماتش اللي بعده، مش عايز حد يشوفني، انا بس مستني التحدي اللي بعده. والله انا دي حياتي، بالذات في النادي الاهلي، لان انا عارف ازاي الجمهور ما بيقبلش غير بالمكسب، وازاي جمهور النادي الاهلي كبير، فانا عايز اسعد الناس دي. فلما بيحصل حاجه غير كده انا فعلا والله نفسيا ما ببقاش مظبوط خالص لحد الماتش اللي بعده، ببقى مستني خلاص، اللي هو بقفل الصفحه بتاعه الماتش بالليل، بس بنام واصحى انا مستني اليوم ده، بجهز له يعني الماتش كمان 3 ايام 4 ايام، بجهز له من تاني يوم الماتش على طول. بطولة السوبر انت دخلتها ازاي؟ يعني فكرت فيها ازاي؟ البطولة مع مدير فني جديد يسترب، وانتوا داخلين زي ما انت بتقول، الجمهور مستني منكم الافضل، عايز بطولة للمدرب، بطولة ليك، دي اول بطولة ليك بعد العودة، صح كده؟ بالظبط. مش عارف كان في كام بطولة قبل كده؟ كان في 8 ودي ال9 الحمد لله. طيب ده شيء عظيم جدا. فعايز اعرف انت كنت بتفكر في البطولة دي ازاي؟ لا ما فيش، احنا من بعد ماتش المصري احنا عملنا كل حاجه في الكوره في ماتش المصري، ما كانش فيه توفيق خالص. فاحنا في الطياره كباتن الفرقه قعدوا وقلنا يا جماعه ده عهد على نفسنا، خلاص احنا راجعين ان شاء الله بالكاس، ما فيش حل ثاني. مين اللي بيتكلموا؟ انت ومين؟ انت الشناوي وهاني واللعيبه كلها بتتكلم الصراحه. بس انا واحد من الناس كنت قلت لهم يا رجاله يعني انا اسف على اللفظ، انا قلت لهم البطوله دي على شرفي. والله العظيم على شرفي. دي كلمه كبيره قوي. والله قلت لهم البطوله دي انا هموت وارجع بيها. لازم نرجع بيها، لان الوضع اللي احنا فيه الفتره اللي فاتت في تذبذب كتير وكده، البطوله دي لازم ناخدها. هو ده اللي هيفوقك، هو ده اللي هيفوقنا. فكان كله بصوت واحد احنا معاك، احنا كلنا عارفين المسؤوليه، وكلنا ان شاء الله خدنا عهد على بعض هنرجع بالبطوله عشان نفرح جمهورنا، وعشان الناس كمان في النادي الاداره موفره للعيبه كل حاجه. فاحنا كنا لازم دورنا بقى، البطوله دي لازم تخش النادي. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا والحمد لله خدنا البطوله. ماتش سيراميكا كليوباترا بتشوفه ازاي؟ بتقيمه ازاي من وجهه نظرك؟ فرقه سيراميكا فرقه محترمه جدا، يعني فرقه بتلعب كوره ومعاهم مدير فني كبير جدا كابتن علي ماهر، ومعاهم لعيبه كبيره. حبيبك. طبعا ده هو السبب بعد ربنا اللي هو اكتشفني وهو اللي طلعني على الساحه كلها، يعني انا بشكره من خلالك وربنا يوفقه ويفضل في التقدم اللي هو فيه. لا فرقه كويسه جدا بيلعبوا كوره وكان ماتش جامد جدا، يعني احنا كنا بنلعب، كنا حاسين في الملعب ان هي فريق قوي، والحمد لله عديناه. وبعد كده النهائي كان ليه. كنت متوقع ان الزمالك هو اللي هيكسب ولا قبل البطوله كنت متوقع ان الزمالك اللي هيعدي ولا بيراميدز؟ والله ابراهيم، الزمالك وبيراميدز طبعا الزمالك فريق كبير جدا، اما تلعبوا في النهائي طبعا احساس مختلف خالص، لان احساس مختلف طبعا، شعبيه وجمهور كبير وفريق كبير والمنافس بتاعك لا الموضوع مختلف. تحب الماتشات دي يا تريزيجيه؟ طبعا الماتشات اللي فيها اهلي وزمالك ووهج في ناس يا ابراهيم، في ناس كتير ربنا يا رب اتخلقت للظروف دي، يعني هي بتحب الظروف دي. انا واحد منهم والله. والله الحمد لله، منتخب وهنا في النادي الاهلي في اي حاجه. والله انت شفت ظروف في المنتخب بالظبط، شفت حاجات كتير، ماتشات جامده واخفاقات وحاجات كويسه وفي النادي الاهلي خدنا بطولات وخسرنا نهائيات، فالحاجات دي كلها الواحد مر بيها. طورت شخصيتك كتير يا تريزيجيه؟ طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله مريت بحاجات كتير برضه. بالظبط، احنا كنا طالعين من بعض كام سنه تقريبا، 9 سنين او 10 سنين. انا والله العظيم اقسم بالله سرحت بخيالي كده، احنا اول لقاء كان من 9 سنين. بالظبط، بطوله الجابون كانت 2017. دلوقتي طورت كتير يا تريزيجيه ما شاء الله، شخصيتك اتطورت كتير يعني. الحمد لله. بفتكر امبارح واحنا لسه بنتكلم اللي من 9 سنين ده، تريزيجيه النهارده شخصيه وكاركتر وعنده القدره على انه مش بس يحفز نفسه، يحفز زمايله، وبصص على الجمهور، يتحمل مسؤوليه. كمل انا يعني. والله بس فجينا قبل انا زي ما قلت لك يا ابراهيم، كنت بتكلمني على الاهلي والزمالك. زمالك ولا بيراميدز؟ زمالك ولا بيراميدز. انا زي ما بقول لك من اول ما ركبنا الطياره وانا قايل لهم ان شاء الله احنا رايحين ناخد البطوله، لو هنلاعب مين الكاس ده ان شاء الله يكون في النادي في الجزيره. فما كانتش انا عن نفسي انا كنت قاعد انا مستني النهائي. يعني انا بلعب سيراميكا وعيني ان شاء الله، يعني انا اخلص الستيب ديت وكمان يومين عندنا نهائي نرجع بالبطوله، هو ده كان هدفي يعني. الحمد لله وربنا حققه. ماتش الزمالك كان صعب في الملعب، ايه صعوبته لو هو صعب؟
ايه سهولته لو هو كان سهل؟ يعني احكي لي كده، كنت شايف ازاي الماتش من الملعب؟ ماتش الزمالك نهائي، يعني مهما تكون انت في اعلى فورمه ليك وهو في، يعني مثلا هو مش في اعلى فورمه او العكس. الماتشات الاهلي والزمالك ونهائيات ما فيهاش انا فايق قبلك بماتش او انت فايق قبلي، فلاقي حسابات تانية خالص. فاحنا كنا حاسين في الملعب، طبعا بتلاعب نادي الزمالك، بتلاعب في لعيبه كبيره في الملعب، واحنا طبعا فريق كبير. فطبعا لا، الماتش من جوه كان، لا الموضوع كان صعب، ما كانش سهل طبعا. ماتش مولع. ماتش مولع طبعا، بس الحمد لله كان التوفيق معانا. اكيد انت برضو قريب من كل اللعيبه، اكيد قريب من زيزو، اتكلمت معاه قبل الماتش. ايه اللي انت شفته في الملعب؟ هل كنت متخيل انه زيزو تحت الضغوط ديت يبقى عنده مشكله في التعامل مع المباراه ولا؟ لا، زيزو لعيب كبير، زيزو مش صغير ان هو يتاثر. طبعا احنا اتكلم، هو بيقعد انا وهو بنقعد في اوضه واحده مع بعض في الفريق. والله فبنتكلم معاه قبل الماتش على طول، ايه الدنيا وهيحصل كذا ويحصل كذا، وحاطين السيناريو اللي هيحصل انا وهو، وعارفين سيناريو الضغط اللي ممكن يتعمل عليه، ان كل ده هيحصل، وعارفين، وهو مسيستم نفسه وخلاص، وقال لي انا عارف اللي هيحصل وكده، بس انا كل تركيزي في الماتش. وهو ما شاء الله باين شخصيته القويه، وطبعا اي حد طبعا هيتقال الالفاظ دي في الملعب عليه وكده، فاكيد طبعا هيبقى مهزوز شويه، اكيد طبعا هو اتاثر اكيد من جواه، بس باين في هو في الملعب مركز. بس هو في الملعب ما شاء الله كان عنده ثبات انفعالي، وما شاء الله عمل ماتش كبير. وانت في الملعب في فرص بتيجي وفي كرات بتيجي، وفي اكتر كرة انت كنت شايف ان يعني ممتعة كانت حلوة. هل الجول الاولاني اللي ما بين زيزو وبن شرقي، ولا الجول الثاني اللي ما بين؟ والله الاثنين الصراحة اجوان ملعوبة جدا. كان فيهم تكتيك كويس جدا، التحرك والباص والكرة بتاعت كمان طاهر، ان هو ينزل ما شاء الله، وينزل يدي دفعه للفريق ويعمل الكره ديت، ومروان يجي من ورا في ال 18 ويحط الجون. فلا، الجونين الصراحه ملعوبين، والحمد لله كنا في يومنا. يعني كواحد من كباتن فرقه النادي الاهلي، بتشوف ازاي الضغوط والانتقادات اللي بيتعرض لها واحد زي محمد طاهر، وبيرجع في كل ماتش يثبت للناس انه انا يا جماعه لعيب مهم ولعيب كبير ورجليا في الملعب وبقدر اعمل فارق في وقت من الاوقات؟ تشوف ازاي؟ طبعا ابراهيم، هو لعيب النادي الاهلي لازم يكون زي ما قلت لك، هو مخلوق للضغوطات اللي هي في الملعب. انا ما بتكلمش ضغوطات الحياه حاجه، ايوه فاهم كويس. الملعب بتكلم في الملعب لان ده شغلك، اي واحد في ضغط في شغله بيبقى مضغوط. لا، لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده قادرين على الضغوطات، وعارفين طموحات جمهورهم وعايزين ايه منهم. بس بنتمنى اللعيبه، في لعيبه ساعات الضغوطات بتفرق معاه ان هو يبقى لو ضغطته هيبقى كويس، وفي لعيبه بتتاثر. يعني في لعيبه ممكن الضغط ده ما تاخدش منه احسن حاجه. بس طاهر ما شاء الله، يعني ما شاء الله كل ماتش بيثبت ان هو قد التيشيرت يعني. صحيح. هداف فرقه النادي الاهلي لحد دلوقتي تريزيجيه، بتسعى انك تبقى هداف الموسم ده، هداف الدوري؟ مش بسعى والله خالص لحاجه فرديه ليا خالص. انا كل هدفي من ساعه ما رجعت من بره للنادي ان انا اي بطوله اخشها، الهدف الاول ان انا افوز بيها. لان من واحنا صغيرين في الناشئين، واحنا في مدرسه الكوره الشباب ناشئين لحد ما طلعنا فريق اول، كنا لما بنخسر بطوله كانوا بيمشوا نص الفريق. واحنا صغيرين، اللي هو البطوله اصلا ما حدش شايفها. كان الكابتن بدر رجب بيقعد معانا وكابتن علي ماهر لما جه مسكنا برضه، كنا عارفين ان ما نخش اي بطوله، حتى لو بطوله وديه النادي الاهلي ما خدهاش، بنعرف ان في 3 4 5 لعيبه على الاقل هيمشوا رسمي. فاحنا كلنا عارفين ان احنا اي بطوله بنخشها ما انت دلوقتي مش هتمشي حد هيمشيك، ايه اللي خوفك؟ لا انا مش خايف من حاجه، لا انا بتكلم اللي هو انا فاهم، انا اقصد التربيه نفسها طالعه ان انت لازم تكسب. انا بقول لك الحاجه الفرديه بالنسبه لي ما فيش حاجه فرديه قد ما انا عايز افوز بالبطوله. اي بطوله اخشها هموت على ان انا اخدها. يعني لو لا قدر الله ما فيش توفيق، هيبقى ان انا خلاص اللي هو على رقبتي يعني خلاص. خليني بقى، عشان انا بس الحته بتاعت السوبر دي كانت مهمه بالنسبه لي، ولسه هبقى اجي فيها في حته، بس بما انك بتتكلم على فكره رجوعك للنادي الاهلي، البعض قال لك تريزيجيه خلاص خلص رحله الاحتراف، راجع النادي الاهلي اكل عيش، يعني الدنيا بالنسبه له. فاجئت الكل ان انت متحمل المسؤوليه. خلينا نقف عند الو تريزيجيه احنا عايزينك في النادي الاهلي. حصلت ازاي؟ مفيش. انا اول حاجه ان انا جاي في سن، انا كنت خلاص قربت ابقى فري،
وكنت هبقى خلاص. كان الكابتن خطيب وطبعا هو اول واحد كلمني، والراجل ده طبعا الراجل ده بيجتهد جدا. انا كان في اوقات كان الساعه 5 الصبح بيكلمني، وكنا بنعمل كل حاجه عشان الساعة اجي 5 الصبح. الساعه 5 الصبح اه كنا بنعمل كل حاجه عشان اجي النادي، لان النادي التاني بتاع تركيا كان مطالبه كبيره جدا، وكان جاي له عروض بمبالغ اكبر من النادي دافعها بكتير جدا. فما فيش حل ان هو ما فيش حل ان هو لازم يسيبك بره، لازم يسيبني الاماكن التانيه، لان الفروقات كبيره جدا. بس انا وكابتن الخطيب، وكان كابتن محمد رمضان كان معانا. أيوة. بس كابتن الخطيب كانت مكالمته الاولانيه اللي هو خلاص يا تريزيجيه ده الوقت اللي انت هترجع فيه. قال لك كده؟ خلاص النادي عايزك دلوقتي، النادي محتاجك وكده. قلت له يا كابتن خلاص انا تحت امر النادي. قال لي انا عارف ان في عروض وفي وفي وفي. قلت له يا كابتن خلاص انا هعمل كل حاجه ان انا اجي النادي. ويعني ربنا يعلم الواحد من طرابزون للريان، وبتيجي المكالمه ده الوقت اللي لازم ترجع فيه. بالظبط. ايه الصعوبه الكبيره انه طرابزون عايز يبيعك عشان هو دافع فلوس كتير، فعايز يبيعك لبره بارقام كبيره جدا جدا. فعلا جالهم كتير ده حوالي 5 6 اضعاف اللي انا جيت بيه النادي الاهلي. 5 6 اضعاف. بس كان قرار انا هو اللي كان، وانا كنت واخد 5 6 اضعاف برضه يعني وانت كمان بالظبط. فرق كبير جدا. بس بينك وبين نفسك كده قعدت تحسبها، حسبتها ازاي؟ يعني عايز اعرف الحسبه، يعني بصيت لها ازاي؟ بص يا ابراهيم، انا اما قررت اجي النادي قلت اجي النادي وانا في سن اقدر افيد النادي، مش جاي ابطل. يعني انا ممكن اقعد لي 4 سنين بره، مبالغ مختلفه خالص 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 فوق ما تتخيل، واجي 34 35 سنه العب لي سنه. لا انا مش كده. انا واخد عهد على نفسي ان انا هرجع اعدي النادي وانا في السن اللي اقدر اديله فيه، وده الوقت اللي عرفت اجي فيه في النادي. لان الفتره اللي فاتت كان بيبقى في عقودي فاضل 3 سنين وفاضل سنتين، انما دلوقتي كان فاضل سنه. أيوة. فانا لازم اتباع. فلما جيت اتبعت المكان اللي انا عايزه، مش اللي اي حد عايزه. هنا بقى هيبقى رغبتي، انا دلوقتي عايز احقق رغبتي. بالظبط. عملتها ازاي مع طرابزون بقى؟ انا عارف الاتراك برضو دماغهم ناشفه. لا الموضوع صعب. الناس دي طبعا انا بشكرهم. الناس ديت انا البلد ديت قعدت فيها وعملت فيها كل حاجه والواحد لعب في فرق كتير هناك. بس السنه دي انا فعلا قلت لهم انا يا النادي الاهلي يا مش هلعب. يعني انا قلت لهم كده؟ والله قلت لهم هخلص عقدي، انا فاضل لي سنه عندكم. احنا هخلص عقدي في الريان، والسنه ديت هقعدها لحد ما ابقى فري. انت ما حدش عارف الحكايه دي خالص؟ ولا عشان يا ابراهيم انا قلت لك انا ابراهيم انا واحد لاعب كوره فقط. انا واحد عايش للكوره، عايش في بيتي انا ومراتي وابني وبنتي للكوره فقط. بصحى الصبح هروح النادي اخلص شغلي ارجع اقعد مع عيلتي في البيت. فماليش علاقات او اي حاجه ابروز اللي انا بعمله، عشان انا مش بتاع الحاجات دي. انا حب للنادي الاهلي ربنا اللي يعلم. انا بعمل كل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. فانا سبت كل حاجه بره، كل حاجه ورايا وقدامي، وقلت ده الوقت. محدش هيعرف يزايد عليك، لان كل كلامك حقيقي. يعني كل كلامك حقيقي ومنطقي، والارقام معروفه وكل الامور ديت معروفه. بس مش كل الناس تحسبها الحسبه ديت، لان ممكن احسبها، ممكن اقلبها معاك الحسبه الثانيه، اطلع نفسي الشرير، انا الشيطان في روايه احدهم. انا عندي 30 سنه، عايز اختم حياتي، عايز اخد عقد كويس جدا جدا. انا بلعب في طرابزون ومعار للريان، جاي لي ارقام بره ب5 اضعاف. فانا عايز الفلوس ديت لمستقبلي. انا هفكر في مصلحتي ومستقبلي اكتر من ان انا هفكر في النادي الاهلي. دي حسبه براجماتيه بحته. ازاي ما جتش في دماغك؟ ما هو انا كنت واخد قرار يا ابراهيم. انا قلت لك انا في اي كلام بطلعه بقوله قبل كده، انا ما بطلعش ازايد على النادي الاهلي. حصل. ما اطلعش اقول انا تحت امر النادي الاهلي والكلام ده مش بقوله وخلاص. انا بقول كلام الحمد لله افعال. انا واخد قرار ان انا هرجع النادي الاهلي وانا في قمه مستوايا، في قمه اللي هو السن بتاعي ده. انا خلاص يعني لو كنت استنيت في طرابزون انا بقيت فري، او هروح الخليج او هروح اي بلاد تانية. والله العظيم 5 6 اضعاف كانوا جايين لي. ووريت الكابتن العروض وكل حاجه. وريت كابتن خطيب كل حاجه، قلت له يا كابتن الحاجه اهيت وكل حاجه. بس انا خلاص انا معاك. وقطعتها كمان. والله قلت له انا خلاص انا معاك، تعال نخش الخناقه يعني مع بعض. بس دي مجدعه، دي مجدعه، دي رجوله يعني. ما هو النادي دي مش كوره، دي فيها جدعنه، فيها شغل ولاد بلد بقى. انا يعني ايه بقى اهو انا قاعد. انا خلاص النادي ليه فضل عليا، والنادي اللي انا بنتمي له حتى وانا بلعب في اي مكان بخلص الماتش اروح اشوف ماتش الاهلي امتى اروح اتفرج عليه.
انا يا واحد حتى وانت بره؟ انا واحد من انا واحد من الجمهور، انا واحد من جمهور النادي. فانا اول ما جت الفرصه ان انا فعلا اقدر ارجع النادي، قلت ارجع قد النادي كل حاجه. يعني ده السن انت جميل يا تريزيجيه والله يا ابراهيم. تريزيجيه انت عارف انت فيك ميزه، ان انت كل الناس عارفه ان انت تلقائي وعلى فطرتك، وانا بقعد قدامك برضو بنفس الاحساس. هو تريزيجيه اللي كان من سنه بنتكلم مع بعض وانت محترف بره، هو تريزيجيه اللي من 9 سنين. انت ربنا يبارك لك يا ابني على نفس فطرتك، ما تلوثتش، ما بقتش بتلف وتدور، فربنا يبارك لك. يعني دي حاجه انا بغبطك عليها، ربنا يا رب يكرمك وتفضل دايما جواك. الهاشتاج بتاعنا هو تريزيجيه مع فايق. نروح ناخد فاصل، تشرب بق شاي. ماشي. سكالانس ممنوع، سكالانس فيها 14 كيلو زياده. لا لا وايه بقى، وكميات جلوكوز على بتاع وكوليسترول ايه نار. لا 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 هبطلك الكوره هنا في القهوه. هقتل لك طموحك. شوف اللي انت عمال تقوله ده، هخلصه لك بسندوتش من عند مصطفى، وكل سنه وانت طيب. فاحنا خلينا في الشاي والسحلبولي والحاجات الحلوه ديت. فاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع تريزيجيه. يلا بينا. طيب خلينا ناخد بقى من الهاشتاج بتاعنا، لانه الهاشتاج بتاعنا فيه ناس كتير بعتلنا، هنقرا منه حالا بالا. حبايبك كتير. طيب محمد رمضان، هتجيبوا لنا من عندي ولا من عندي؟ يلا بينا. محمد رمضان، مساء الخير يا كابتن، بشكر حضرتك على اللقاء المهم ده مع واحد من ابناء النادي، وبقول له من خلالك سيبك من اي انتقاد وكمل، احنا في ظهرك وانت كابتن من كباتن النادي. اهلاوي وافتخر. سلامي للمحترم تريزيجيه، سلامي لابن النادي بجد، ومتشكر على السهره الحلوه. تسلم يا ريس. بص النبي، مين اللي بيتصل؟ مين اللي بيتصل؟ انا بشكر الراجل الجميل عم حسن. عم حسن بشكره جدا، ربنا يبارك لك يا رب. والله ارد عليك على الهوا، والله ارد على الهوا. طب يلا انت اللي عايز بقى. مين؟ الحاج مجدي قفشه. ما بيظهرش ده يا قفشه، ما بيظهرش ده. انت بقيت على الهوا يا قفشه، انت واخد بالك ولا ايه؟ مساء الجمال، فخد بالك احنا على الهوا. ها ما تقلقش، مش شارب قهوه انا. والله انت مالك حل. طب عايز تقول ايه لتريزيجيه؟ يلا طالما انا فتحت عليك. لا ده اخويا، ده ابو الاحترام كله والرجوله حبيبي قفشه، حبيبي قفشه، وحشني والله. ونجم كبير والله يا حوده، ترجع بالسلامه يا حبيبي، انت كمان وحشني. الله يسلمك. والله قفشه انت عسل وحياة ربنا، والله العظيم. حبيبي والله، اول ما شفته معاك قعدت قلت لازم اكلمك، فعملتها كده على الهوا على طول. لا بص، تريزيجيه اعمل اي حاجه عشانه والله. والله العظيم انت مجدع، والله العظيم يا قفشه. والله عيب. ما نتحرمش منك. تحب نعزم عليه بسكالانس؟ مش عايز يجرب السكالانس بتاعنا؟ لا مش هيرضى ده، هات له جرانولا، هات له شوفان. يا ابني احنا على الهوا. يا عم على الهوا، ايه المشكله؟ حد غريب؟ محدش غريب. قفشه لو انت على القهوه النهارده تاكل ايه؟ انا ماليش، انا زيه، ما انا باكلش برضه والله. انا هشرب قهوه. لا اشرب ظابط هو كمان. ظابط هو كمان؟ زبط. والله. وشريف ظابط ولا شريف مقضيها؟ شريف عسكري. اقفل قفشه، اقفل قفشه، اقفل. عندي قفشه، عندي. مساء الجمال يا قفشه، ما نتحرمش منك. حلقه ممتعه حبيبي، وسلم لي على تريزي وانا قاعد بتفرج عليكم اهو. ما نتحرمش منك يا قفشه. تسلم يا حبيبي الكل، تسلم حبيبي اخويا، حبيبي تسلم والله انت مالك حل. حبيبي اخويا. وغالبا لسه فاكرنا في الفاصل ضايع علينا اللي احنا كنا بنقوله. طيب خليني اسالك سؤال. يعني بفتكر كويس من 9 سنين لما كنا بنتكلم مع بعض، وجت سيره والدتك الله يرحمها ويحسن اليها، وقتها كانت عايشه. قلت لها انا هعمل لك كل اللي نفسك فيه. الله يرحمها. كان طبعا هي بعد ربنا وليها الفضل عليا اللي انا وصلت له دلوقتي. وطبعا ربنا يرحمها يا رب، وكان نفسي تكون معايا، لان كان نفسها في يوم من الايام ان ارجع النادي الاهلي وتعيش معايا، بس يعني ما للاسف ما لحقتش. كان نفسي يوم واحد بس الحق اقعد معاها، بس ما يلا الحمد لله. ربنا يرحمها ربنا ويغفر لها. يرحمها ويغفر لها. كانت نفسها تشوفك لما ترجع النادي الاهلي تاني؟
طبعا طبعا كانت بتحب الاهلي؟ كانت بتحبني جدا، بتحب النادي الاهلي جدا، وكانت زعلانه جدا من اول ما انا مشيت من اول مره خالص. والله؟ والله، ونفسيتها تعبت جدا، بس كانت طلع امي دي طموحاتي، وكان نفسي اعمل حاجه ونفسي احترف وهرجع تاني، بس يعني كان نفسي تكون موجوده وتشوفني دلوقتي وانا في النادي الاهلي، كانت تعيش معايا تاني، بس الله يرحمها الله يرحمها ويغفر لها. دلعتها يا تريزيجيه، عملت لها كل اللي نفسها فيه، بسطتها، على قد حسيت ما ان أقدر انت والله. حسيت ان انت يعني مبسوط او راضي عن نفسك تجاهها؟ اصل احنا دايما بيفضل عندنا حته كده اللي هو انا لو بايدي اكتر كنت عملت اكتر. كان نفسي اكتر، كان نفسي اعمل اكتر بكتير بكتير من اللي انا عملته، لان كان نفسي بس اقعد معاها شويه، ما لحقتش اقعد معاها، لان من وانا صغير وانا في النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين عايش في الاستراحه بتاعه النادي، لحد 18 سنه في الاستراحه، وبعد كده قعدت في شقه لوحدي، بعد كده جت قعدت معايا فترات طويله ما لحقتش اقضي وقت مع امي خالص. حتى والدي الله يرحمه توفى وانا صغير جدا، عندي 12 سنه. بس اخواتي الكبار احمد ومحمد وعتاب وهبه هم اللي كانوا مسؤولين عني. اتجوزوا كلهم؟ كلهم متجوزين كلهم يعني كلهم الحمد لله قدروا يوفروا لي ان انا ما احتاجش حاجه خالص. بس انا فعلا والدي سابني وانا صغير جدا، كان نفسي يكون معايا ويشوفني في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. ووالدتي كانت قعدت معايا شويه في القاهره قبل ما احترف، ودي من الحاجات اللي يعني كانت تعباني في الاحتراف، ان انا كانت امي معايا على طول، وهي كمان اتاثرت. بعد فتره غياب طويله خلاص كنت انا خلصت في النادي، وقلت لها امي خلاص انا راجع وهنعيش مع بعض تاني وكده، بس للاسف ما لحقتش حتى اخد عزاها. كان عندي يعني كانت تعبانه ورحت لها وطمنت عليها وسافرت. اول ما وصلت بالطياره قالوا لي خلاص مامتك في ذمه الله، وراح ندفنها، حتى ما لحقتش اروح اوديها يعني. الحمد لله، ربنا رب يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب. يا رب اللهم امين. طيب بتقولوا ايه يا شباب؟ بتقولوا ايه؟ طيب خليني اسالك بقى في جزئيه ليها علاقه بالرجوع. خلاص انت اتفقت مع النادي الاهلي واتفقت مع الكابتن محمود الخطيب انه قلت للناس في طرابزون هبطل كوره لو ما رجعتش، وبالتالي كان رجوعك للنادي الاهلي. قول لي اول لحظه رجليك فيها بتخش النادي الاهلي تاني لاعبا بعد ما انت ما سبت النادي الاهلي خلال الفتره دي، كان احساسك عامل ازاي؟ مشاعرك كانت عامله ازاي؟ انا مشاعري كانت كذا مره يعني وقت ما خلاص بقيت رسمي في النادي الاهلي قبل ما حد يعرف خالص. يعني كان الموضوع كان بين انا وكابتن محمود الخطيب ووكيلي والدكتور عبد الله شحاته اللي هو المحامي. كابتن محمد رمضان طبعا كان معانا، ما كانش في حد يعرف حاجه خالص. ده ابتدى امتى الكلام؟ لا الكلام ابتدى في شهر 11. شهر 11؟ شهر 11 25 11 24 كنت 11 24 كنت انا لسه رايح الريان وكده بشهر ونص. ازاي 11 25 اذا كان احنا في 11 25 اللي هو لا ايوه انا بقول انا مستغرب لي انا 11 24 بالظبط. كان الموضوع خد شوط كبير، لان كان طرابزون كان الموضوع صعب جدا، لان هم كانوا مستنيين خلاص الضربه اللي هم كانوا هياخدوا فيها فعلا فلوس كتير جدا، لان كان جاي لهم عرض كبير ضخم جدا. وانا كان بالنسبه لي عرض ضخم، بس انا كان خلاص كابتن خطيب ما كلمني يا تريزيجيه خلاص ده الوقت، انا خلاص ما قلت له يا كابتن خلاص انا هسيب كل اللي ورايا واللي قدامي وهاجي خلاص وهنخش الحرب مع بعض. كانت حرب فعلا، كان حرب والله العظيم. كابتن الخطيب كان بيكلمني الساعه 4 الفجر و5 الفجر، ما كانش بينام. التوقيع بقى تم ازاي؟ وكان احساسك الانطباع بقى خلاص احنا خلصنا الحرب، حاربنا سوا؟ خلصنا الحرب مع طرابزون وكده وكل حاجه. وكابتن اول ما مضيت خلاص انا فعلا اول ما نزلت بالطياره في يناير، نزلت بالطياره، كنت جاي اجازه، نزلت بالطياره انا قعدت اعيط. قلت انا يعني حسيت بالاحساس اول ما احترفت. قعدت تعيط؟ كان بجد؟ والله اللي هو كان احساس ان انا بجد انا خلصت وراجع فعلا. خلاص انا خلاص راجع، والوقت ده والحمد لله هرجع في وقت اقدر ادي للنادي فيه. دي كان حلمي ان انا ارجع في الوقت ده، او قبل كده لو كنت اعرف اجي والله كنت هاجي. بس للاسف كان المبالغ اللي كانوا بيطلبوها الفرق اللي انا بلعب فيها كانت كبيره جدا. بس الحمد لله انا هنا. بس فعلا الكابتن الخطيب فعلا الراجل ده والله ما بينامش. يعني هو قاعد طول الوقت يعني شغله الشاغل الفرقه والناس والجمهور وبتاع. يعني اللي انا شفته معاه في التفاوض وهو بنخلص مع طرابزون وكده، والله فعلا يعني ربنا يديله الصحه يا رب كده.
مونديال الانديه، الاهلي في كاس العالم للانديه، وقول لي تقييمك للتجربه كانت عامله ازاي مع ريبير ومع زمايلك؟ هو ما كانش فيه توفيق الصراحه، يعني ما كانش فيه توفيق خالص. يعني احنا ما كناش وحشين، انا شايف ان احنا ما كناش وحشين، بس ما كانش فيه توفيق. يعني ماتش انتر ميامي نتعادل، ماتش حلو جدا، ماتش حلو جدا، ماتش بس حلو جدا، ما تعرفش ما فيش توفيق. الماتش اللي بعده كان مش عايز اقول اعذار، الجو انت كنت موجود وكنت شايف الدنيا عامله ازاي. انا كنت بقى بره بتنفس بالعافيه بالظبط. ولما قلت للناس ان درجه الحراره لا كذا لا. قالوا لي انتوا هتقعدوا تخلقوا اعذار، قلت انا ما بخلقش اعذار، انا بوصف لك الحاله، اقتنع او ما تقتنعش، انا دوري بالظبط. انا بنقل لك انه احنا فعلا. انا في ماتش اللي اتلعب الظهر ده كان ايه، بالميراس اقسم بالله انا ما كنتش عارف اتنفس. وانا واقف في مكان، انا ما بعملش اي مجهود. لا يعني بالظبط كده. فانتوا انا شايف المجهود اللي انتوا بتبذلوه، بس في الاول وفي الاخر الجمهور هيقول لك ايه؟ دي شغلتك بالظبط. ده انت راجل محترف، انت راجل نجم، انت راجل بتلعب في النادي الاهلي وده محفل عالمي والجو ده عليك وعليه، فورينا اللي عندك عشان بس نبقى برضو امنا. صح. انت عارف ان هم الناس كده، عارف مليون في المية، وكلامك صح والناس كلامها صح وكل حاجه، وانا ما بقولش اعذار، انا بقول لك الظروف كلها ما كانش فيها توفيق. يعني حتى ماتش بورتو 4-4 ما فيش توفيق، انت تكسب الماتش عادي جدا. ماتش انتر ميامي ضربه جزاء، انا خدت القرار ودخلت، ما فيش توفيق من عند ربنا. يعني هو ربنا كان كاتب ان هي اللي يحصل حاجه، وعارف ان انا غلطت، بس انا كنت عندي ثقه، كان عندي ثقه في نفسي. انت جميل يا تريزيجيه والله انا كنت عندي ثقه. تصدق انا عمال ما بيني وما بين نفسي، يعني عمال مش عايز اضايقك بالسؤال، لا فلقيتك انت يعني اللي هو انا غلطت، فبرضه دي حاجه حلوه منك، ان انت دي كبيره قوي عند الجمهور يعني. لو انا اعترف طبعا انا غلطت، بس هي يعني انا عارف شعور الناس وقد ايه كان نفسهم يكسبوا الماتش، انا اكتر منهم كنت عايز اكسب الماتش. عشان كده خدت الكرة وخدت القرار وخدت القرار انا اشوط. بس انا في اي فرقه بلعب فيها، والله يا ابراهيم انا في اي فرقه بلعب فيها ضربات الجزاء بتيجي ما بقاش انا رقم واحد واللعيبه بتقول لي خد شوطها، اللي هو عشان الضغط، عشان انت كمان بتعرف تلعب ضربات جزاء. بالظبط. فخدت القرار، وحتى وسام بعد قال لي والله انا ما اعرف ان انت يعني اللي هو انت خدت القرار، قلت له خلاص يعني الحمد لله ما كانش فيه توفيق وهنحاول تاني. يعني انا حاولت وما جاش، وهنحاول تاني ان شاء الله وربنا يكرمنا وهنوصل تاني وهنحقق مكاسب كبيره، وخلاص الصفحه واتقفلت يعني خلاص. عجبني فيك ان انت قفلت الصفحه على طول، يعني حتى كمان وانت بتتكلم دلوقتي قفلت الصفحه، وبدليل ان انت قفلت الصفحه ان انت حتى كمان بعد كده في الماتشات لما جت ضربه جزاء وانا عارف ان انت ضربه الجزاء الاخيره اللي هي بتاعت ماتش الزمالك فيها ظروف كتير صعبه، كونك برضو تختار انك تلعبها، هي دي الشخصيه اللي جمهور الاهلي عايزها. يعني هي دي شخصيه اللعيب اللي هو عارف كويس حدوده في الاهلي، عارف بدايته ونهايته. فعشان كده بقول لك انا من ساعه ما احنا قعدنا انا حاسس بانه الشخصيه كملت، يعني نضجت الى حد كبير. لا الحمد لله يا ابراهيم، حتى ضربه الجزاء الزمالك انا كنت رقم واحد، يعني انا عارف ان دي بتاعتك، دي كانت بالظبط. لان كان ماتش حرس الحدود قبلها، كنت قبلها على طول الماتش كنت ضربه جزاء كنت رقم واحد وحطيتها، وضربه جزاء كنت رقم واحد، بس انا بعدت. يعني ضربه الجزاء ديت انا بعدت عشان اركز ان هو انا مش عايز. صبحي كان كل شويه يجي لي، حتى كانت في واحده اتحسبت واتلغت، كان عمال يجي واللعيبه عماله تيجي تضايقني وكده، هتشوط فين، هتعمل فين، اللي هم زمايلي. فانا كنت ببعد خالص. بس فخدت القرار الحمد لله، ولو جت تاني هشوطها تاني وشوطها ثالث وشوطها رابع عادي، لان احنا اتخلقنا يا ابراهيم للضغوط والمواقف دي. ليه ما كانتش تجربه كاس العالم انديه زي ما انت وصفتها وصف صحيح، ان هي ما كانتش موفقه رغم انه فرقه الاهلي تقيله؟ يعني الناس ما بتتفرج على الاسماء، انتوا فرقه تقيله، ايه اللي حاصل؟ ايه عدم التوفيق ده جه منين؟ عدم التوفيق برضه، احنا اللعيبه دي ما لعبناش مع بعض قبل كده، يعني احنا فريق قوي جدا، بس احنا للاسف ما لحقناش نلعب مع بعض. يعني الفرقه كان فيها لعيبه كتير، ظروف كتير يعني ظروف كتير ما ساعدتش ان في توفيق، بس كانت في محاوله. يعني في لعيبه تعبت، وفي اداره تعبت، وفي ناس تعبت كتير عشان تحقق حاجه وما حصلتش، بس الناس حاولت، والناس حاولت تحط النادي في المكان اللي هو يستاهله، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. بس خلاص صفحه واتقفلت، وفي تحديات تانيه كتير، مش هنفضل واقفين عند النقطه دي. خلاص ده الكلام ده من 5-6 شهور. صح. خلاص احنا نبتدي بقى، خلاص عندنا تحديات تانية كتير، وعندنا بطولات كتير في دوري نركز فيها، وان شاء الله اللعيبه ديت هي سلاحك اللي لازم دايما تدعمهم وتبقى في ظهرهم، زي ما النادي الاهلي زي جمهور النادي الاهلي معودنا، لان دول هم اسلحتك اللي هتحارب بيهم، فلازم تحافظ عليهم. صحيح.
ريبيرو، هل الراجل اتظلم؟ جه الوقت بسرعه فجاه مره واحده، جه مسك الفرقه كاس عالم للانديه. قول لي انت احساسك ايه؟ ما كانش في توفيق يعني، ما اقدرش اقول غير كده. انا ما كانش مش عايز تقيمه؟ لا ما كانش موفق، مش ما هقدر كانش اقول موفق. كده. ما كانش موفق واحنا حاولنا نساعده، بس احنا ما كناش موفقين احنا كمان. كانت تجربه طبعا ما كانتش احسن حاجه، بس انا بقيمها ان هو ما كانش فيه توفيق. كابتن عماد النحاس، ايه القصه؟ بيمسك الفرقه تسجله والدنيا تبقى حلوه وتهدفوا وتكسبوا الدوري وست ماتشات ورا بعضها، يحصل زي ما انت ما قلت ريبيرو بيمشي مبقاش موفق، يجي يمسك الكابتن عماد النحاس تاني اكنه معاه مفاتيحكم النفسيه، تبص تلاقي الفرقه رجعت تاني تسجل اهداف تكسبوا ماتشات بنتائج. ايه اللي بيحصل مع عماد النحاس؟ الكابتن عماد مدرب كبير، غير ان هو مدرب كبير، شخصيه جميله وشخصيه محترمه وعارف امكانيات اللعيبه اللي معاه. وهو طبعا فنيا طبعا على اعلى مستوى، بس في نفس الوقت برضه نفسيا كان عارف يتعامل معانا كويس قوي. ايه بقى؟ ايه الحته اللي كان بيعملها معاكم كويسه بيخليكوا تكسبوا الماتشات دي كلها وانت تسجل وتهدف ودنيتك تبقى انت دنيتك بتحلو مع الكابتن عماد؟ بالظبط، هو كان بيخليك تنزل تموت نفسك عشان النادي الاهلي وعشان عشان الثقه اللي هو مديها لك، وان هو واثق فيك ومؤمن بيك. وكنا بننزل الحمد لله، كان في توفيق كبير معاه، وبتمنى له التوفيق في العراق. ربنا يكرمه يا رب ويرفع اسم بلده، لان اي حد بره لازم الناس تعرف ان ده بيبقى شايل اسم بلده ومش شايل اسم نفسه. صحيح. فلازم يبقى الناس كلها في ظهره. عندك اسباب معينه تقدر تقولها لي دلوقتي تبقى الناس تقدر تفهمها ليه فرقه الاهلي بدات دلوقتي تبقى افضل عن قبل كده؟ هل انه كان في مشكله في الحاله البدنيه عند اللعيبه ليها علاقه بالاعداد بالتجهيز، دلوقتي بقت الامور افضل؟ تقدر تقول لي سبب انتوا دلوقتي افضل احسن بكتير في نسق تصاعدي عشان الناس حتى على الاقل تبقى فاهمه يعني؟ بص يا ابراهيم، بالنسبه للفتره الاخيره انا زي ما قلت لك، الراجل انا كان في عدم توفيق، بس مش هقدر اقول غير كده. عدم توفيق بس؟ عدم توفيق وخلاص. دلوقتي الفتره ديت الحمد لله الفرقه بدات تتجانس مع بعض، وبقينا خلاص حافظين بعض، وبقينا عارفين كل واحد مميزاته ايه، وكل واحد بيلعب فين وكل حاجه. ولسه يعني ده لسه ما جبناش 30% من قوتنا. الفرقه دي لسه ما جابتش 30% من قوتها، سواء اللعيبه اللي بتلعب ما جبتوش 30% والله، اللي بيلعبوا واللي بره. يعني احنا ده تصريح مهم قوي. احنا يعني لما تكمل ال 100% الفرقه دي تطير بالظبط. يعني احنا الصفقات اللي جت صفقات قويه جدا، لعيبه كبيره والنادي الاهلي فيه احسن لعيبه في افريقيا. النادي الاهلي انا هطلع ان انا بره الفرقه. ماشي. الفرقه فيها احسن لعيبه في افريقيا وفي العرب. فرقه كبيره، سواء اللي بيلعب سواء اللي بره سواء اللي بره السكور. ده حقيقي. النادي الاهلي جاب صفقات كبيره، لعيبه كبيره، واحنا جينا على لعيبه كبيره. يعني في اللعيبه اللي احنا جينا عليها ديت بدهم كل الاحترام، ان هم واخدين بطولات. برافو عليك، برافو عليك. واخدين كل حاجه، داسوا على وش افريقيا كلها، خدوا كل حاجه في الدنيا. فاحنا جايين نكملهم. احنا جايين نكمل اللي هم عملوه. محترم يا ابني والله. والله دي حقيقه ابراهيم. محترم يعني. مش بتعظم بس من فكره اللعيبه اللي جت والصفقات واللي جت وان احنا اللي جايين وهنشيل الفرقه. هي الفرقه اصلا فيها نجوم وفيها اسماء بالظبط. احنا جايين على نجوم افريقيا ونجوم كاس عالم الانديه ونجوم في كل حاجه ولاعيبه كبيره. احنا جايين نكمل بعض، احنا جايين نساعد بعض. فان شاء الله الفريق ده بقول لك لسه 30% والله بس من قوته. الفرقه دي اما تكتمل وتبقى بقوتها يعني ربنا يكرمنا يا رب. يعني ان شاء الله اي حاجه هنخشها هناخدها على طول باذن الله. افريقيا الهدف الاول للنادي طبعا. الهدف الاول. الهدف الاول طبعا. يعني اللي حصل المره اللي فاتت اللي هو من سان داونز، الخروج من سان داونز وكده والكلام ده كله، ان شاء الله البطوله ان شاء الله بتاعتنا باذن الله، ان شاء الله باذن الله. عظيم. تيجي ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا. واول لما نرجع هنقرا من الهاشتاج بتاعنا تريزيجيه مع فايق. يلا بينا نروح لفاصل. والله الواحد قاعد مبسوط من الحلقه ومبسوط من ردود الافعال يا تريزيجيه. ما شاء الله الحلقه الهاشتاج هو ترند رقم 1 على مصر. ده جمهورك، ده جمهور مصر، ده جمهور النادي الاهلي. فلازم تعرف قدر المحبه اللي الناس شايلها لك. انا عارف والله، عارف قد ايه جمهور النادي الاهلي بيقدرني وكل يعني انا عارف كل حاجه، انا بشوف كل حاجه في الشارع وانا ماشي وده الواحد، الناس دي هي اللي عملت الواحد وهي اللي وصلته اللي هو فيه. فاي كلام تاني بيحصل انا اصلا مش ما بشوفوش اصلا. هو الناس اللي في الشارع والناس الناس الجميله فعلا اللي بتحب النادي الاهلي. تتعامل ازاي مع النقد؟
في فرق بين النقد والشتايم. النقد تستجيب للنقد، ممكن حاجه تسمع لها تاخد بالك منها؟ لا انا بسمعش. ما تسمعش خالص؟ انا مركز يا ابراهيم والله في ولا الشغل نقد بس. ولا غير نقد؟ من اول ما طلعت في فريق اول لحد ما وصلت دلوقتي انا مركز في شغلي بس. انا بتعامل مع ربنا بس. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. صحيح، ان الله لا يعني يضيع اجر من احسن الحمد لله عملا. رب، انا عارف ان في نقاد كبار وناس كبيره بتتكلم في الكوره وناس بتفهم. بس انا دايما معاملتي مع ربنا مش مع حد. انا كل يوم بصحى الصبح، ايه الجمال ده بقى؟ شنطتي على كتفي، رايح شغلي بتعامل مع ربنا. اخلص يومي، اليوم اللي بعده بحاول اكون احسن من اليوم اللي قبله. هو ده اللي انا بحاول فيه. طيب بتعرف ازاي انه دلوقتي احنا مش احسن حاجه، او انا عندي نقط ضعف، او انا دلوقتي مش في حته مش محتاج اشتغل عليها؟ مين يقول لك كده؟ مين اللي مدربي. مدربي وعندي المدرب بتاعي بيقول لي وانا ببقى عارف بقى الماتش الحكم بيصفر، انا ببقى عارف انا وحش ولا حلو، ببقى عارف نفسي، ببقى عارف انا عايز اتحسن في ايه، وبفضل احاول. يعني في حاجات كتير ممكن ما ابقاش احسن حاجه، بس بفضل احاول انا اعملها، لان انا واثق ان انا بسعى وبتعب وبتعامل مع ربنا. والمعامله مع ربنا اغلى من اي حاجه. الله برافو عليك. يعني اللي يستنى تقدير من مدير شغله، او يستنى حد يقدره، حد يقول له كلمه كويسه، ده يعني ده مش بني ادم ناجح. تتبروز الجمله دي. والله بني ادم الناجح هو اللي عارف ان هو تقديره مع ربنا. انت بتتعب هتاخد على قد تعبك. مين علمك الجمله دي؟ مين علمك جمله ان انت تتعامل مع ربنا؟ انا بعامل ربنا، انا بعامل ربنا في شغلي، انا بعامل انا مين علمك الحته دي؟ انا الحمد لله الواحد كل يوم عنده ورد قرآني بيقراه ما شاء الله، في دروس الدنيا كلها. غير كده انا عندي اخواتي بيكلموني كل يوم، وعندي مراتي في البيت حاجه ما شاء الله، حاجه الواحد يفتخر بيها. الله اكبر، حاجه كبيره ناجحه، فبسمع منها، لان ما بحب اسمع من الناس الناجحه اللي هي وصلت لحاجه كبيره. هم علموك انه بتعلم طبعا انك لما تعامل عامل ربنا. انا بقول لك، انا من وانا صغير وانا كده، انا متربي ان هو اخويا الكبير كان علمني الكوره، مربنا اخويا احمد حسن اخويا الكبير واخويا محمد الكبير، هما الاثنين علموني اتعامل مع ربنا، ما اتعاملش مع حد، ما تستناش تقدير من حد. من وانا صغير ما بلعبش في النادي خالص، 4 سنين قاعد على الدكه ما بلعبش وانا صغير وكده. اتعامل مع ربنا، اجتهد واتعب، وتعبك هيجيلك. ما تستناش مدرب يقول لك كلمه حلوه، ما تستناش اي حد يقابلك في الشارع يقول لك حاجه. اتعامل مع ربنا، طول ما انت بتتعامل مع ربنا هتجيلك تحت رجلك. اي مجال هتجيلك تحت رجلك، اي مجال يا ابراهيم. ما بتكلمش في الكوره، انا بتكلم في حاجه انا عشتها في الحياه. انا عشتها. انت اكيد ما شاء الله عشان توصل اللي انت وصلت له ده وتبقى حاجه كبيره وتكسر الدنيا، اكيد شفت حاجات ما حدش شافها. صحيح، كله شاف صحيح. بس عارف هو ايه الجميل في اللي انت بتقوله واللي انا كمان مؤمن بيه؟ اوعى تعيش دور الضحيه. بالظبط. اوعى تعيش دور انا بتحارب، انا بتهاجم، انا مفيش الكلام ده. اشتغل، انا هشتغل، انا هنجح، انا مش فيش في الدماغ اي حد، انا ما بتحاربش من حد، انا مش محور الكون على فكره يعني. بالظبط. ما تفكرش يعني الناس كلها مستناك تصحى الصبح هتعمل ايه في يومك. لا، محدش يعني شايفك اصلا. صح. الناس كلها مسحوله في حياتها، والناس كلها اللي عايز يعمل حاجه لعياله واللي عايز يعمل حاجه لنفسه. لا، محدش مركز معاك، فانت ركز في شغلك، مالكش دعوه بحد، وتسيب التقدير من عند ربنا. لان افتكر ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. صحيح. ديت انا حاططها كده على التليفون وماشي بيها. صحيح، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. طيب بص بقى الناس على الهاشتاج بقى، بص جميل بقى، يعني نوره الحكيم سأله سؤال مهم جدا، انت كنت بتقوله لي في الفاصل، خد بالك السؤال مهم جدا. قالت لي هو الجو في الاستوديو برد ولا حر؟ واحد بيشتي والتاني مصيف. ما هو ابراهيم المفروض كان اي استوديو بخش الجو يبقى ساقع، هنا ان شاء الله الجو جميل. عمال يعرق يا عيني ساعة ما قعدنا. عبد الله جمال بيقول نجم كبير ولعب بشخصية الأهلي قولا وفعلا. فاروق بيقول لك ايه أكتر حاجة حمستك ترجع للأهلي تاني؟ ايه أكتر حاجة حمستك ترجع للأهلي تاني؟ أنا كنت واخد قرار زي ما قلت لك إن أنا هرجع في الوقت اللي أنا هقدر أدي فيه للنادي. والوقت اللي الكابتن كلمني فيه، يعني أنا الوقت ده أنا كنت خلاص، يعني خلاص انت مقرر. لا، انا كنت واخد سكه تانية خلاص. انا عروض جايالي بارقام خرافيه، خلاص هامن مستقبلي، خلاص ما فيش حاجه خلاص هحتاجها تاني في الدنيا. بس لما الكابتن كلمني قلت خلاص هو ده، خلاص اقفل كل حاجه وارجع، يعني ادي للنادي اللي عملك وكبر اسمك.
ايهاب بيقول لك يا تريزيجيه عندك فرصه تبقى كابتن تاريخي للنادي، حاطط الموضوع في دماغك ولا سايب كل حاجه للظروف والرب؟ لا انا مش في دماغي خالص كابتن. انا بالنسبه لي اللي اتربيت عليه في النادي ان اي لعيب عليه تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى عارف ان هو يعرف قيمه التيشيرت، ان هو كابتن يعني عيش. ما تعيش بقى انا في لعيبه كبيره هتشيل مكاني وفي لعيبه كبيره هي اللي هينتقدوها لو حصل حاجه هم اللي هيشيلوا. لا انت عيش وانت في النادي الاهلي. انا دايما بقول للعيبه وانا قاعد بتكلم معاهم يا رجاله كلكم كباتن. انا ما بتكلمش ان انا اعلى منكم او انا اقدم منكم ولا الكلام ده كله، لا انتوا كلكم كباتن وممكن تكونوا كباتن عليا، ما عنديش مشكله. عارف اخدت بالي في ايه في الكلام اللي انت بتقوله؟ قفشه اتصل بالصدفه يعني واحنا على الهوا، فكنا دي مشاعره وهو انت جيت عليهم وانت قديم عنهم، فكون ان هي دي المشاعر هم ملمومين حواليك حابينك حابين تريزيجيه، انت قادر تبقى بالنسبه لكل زمايلك كابتن وصديق وصاحب. يمكن انا دايما اركز في التفاصيل، اللي انا شايفه في المعامله بيدي احساس انه لا، اوضه اللبس في النادي الاهلي مش زي ما الناس ما بتسمع. لا انا ما بسمعش حاجه يعني. انا اوضه اللبس ديت في النادي انت تخشها لو انت لعيب معانا هتبقى مستني ان ميعاد التمرين يجي وتروح بدري عن الميعاد عشان تقعد في اوضه اللبس. والله العظيم من كتر حب اللعيبه. انا خاف عليكم لان انا لو لبست لبس الكوره ونزلت الملعب انتوا هتبطلوا كلكم. لا يا ابراهيم والله الاثنين شمال. لا والله يا ابراهيم اوضه اللبس جميله، اللعيبه كلها بتحب بعض، اللعيبه كلها بتحترم بعض. واضح يا قفشه واضح من كلام قفشه. لا وقفشه لعيب كبير واللعيبه وغيره اللعيبه كلها لعيبه كبار وهم يا جماعه لعيبه النادي الاهلي. ما هو طبيعي بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب في اكبر نادي في افريقيا وفي العرب، طبيعي هيبقى فيه دبدبه عليك. صحيح. مش هتبقى الموضوع سهل. صحيح. لو الموضوع سهل اي حد هيلعب في النادي الاهلي. فانت لازم تكون قد التحديات اللي هتجيلك، سواء من كلام لو حد بيسمع، لو حد بيركز مع الكلام او حد بيركز مع بيفتح ويشوف ايه اللي بيتقال عليه وكده. لو انت هتاخد الاتجاه ده مش هتكمل في النادي الاهلي، مش هتعرف تكمل في الضغوطات والبطولات والحاجات دي كلها. لان النادي الاهلي مختلف عن اي نادي. ترتاح في اللعبه مع بن شرقي؟ ده بن شرقي لعيب كبير والله. بن شرقي كان بيلعب معايا في الريان وهو اللي استقبلني وهو اللي خلي بالك انا النادي كلمني عليه قبل ما يجي اصلا وانا ماضي في النادي والله. يعني انا مضيت في النادي قبله في الاهلي. ماضي في النادي قبله، بس هو كان بيلعب معايا والنادي كلمني سالني عليه. وضحها لي يعني الاهلي كلموني عشان هو معايا في الفريق. ايوه اخباره ايه؟ صح اخباره ايه؟ شخصيته الكوره انا لعيب كوره ماليش دعوه باي حاجه. يا سلام. بيسالوني شخصيته عامله ايه، ملتزم مش ملتزم، قلت كل حاجه. كشف الهيئه بتاع الاهلي ده كشف الهيئه يا جماعه طبعا ده بروفيشنال ومحافظ على نفسه ومحترم وما بيقلبش وشه ولا الكلام اللي هو بتاع اللعيبه اللي هي دماغها تعبانه دي بتقعد تقلب وشها ما بتطلع او ما بتلعبش والكلام ده. حلو. لا وانا كمان كنت ماضي وهو بيلعب في مكاني. فانت يعني لو بني ادم وحش لا هتقول اي حاجه عشان من الفرحه. بس انا رحت له قلت له عايز طبعا كان ما فيش حد يرفض النادي الاهلي. بس سالته رحت قلت له انت عايز تبقى موجود في الاهلي ولا لا؟ قال لك سالوني عليه شخصيته عامله ازاي. ما هو انت دلوقتي يا ابراهيم لو انت في شركه وكده ايوه وبتاخد حد من هناك فانت عارف حد بتساله ده شخصيته كويسه ولا لا. زي ما انا رحت اي نادي اما رحت استون فيلا سالوا المحمدي ده شخصيته عامله ازاي. ما حدش بيسالك في الكوره لان دي مش شغلتك. كله بيسالك على شخصيته. ده ملتزم بينام بدري بيسهر انت بتمرن كويس كده. لا بس هو وبن شرقي كده فعلا. لا شخصيه محترمه وانا بحبه جدا الصراحه، بحبه جدا جدا لانه هو صاحبي قوي يعني. انت قلت نقطه في النص كده بتقول ان هم بيسالوك هو بيلعب في نفس مركزك اصلا في الريان وانت خلاص انت مضيت وجاي الاهلي، فاللي هو لو في حته كده هتفسحه هتقول اي حاجه. مفيش حد ياخد رزق حد، مفيش حد ياخد رزقك. ما تفكرش ان انت شاطر مفيش حد ياخد رزقك عند ربنا. زي ما قلت لك اتعب وسيب الباقي عند ربنا. لو بيلعب مكانك مارادونا وربنا كاتبك انك تلعب هتلعب. تنظيف يا ابني والله. ربنا يخليك. تنظيف والله. اصل خد بالك الواحد ممكن الشيطان يسوحه ويقول لك ايه اصل ده نوع من انواع الذكاء
ان انا ابعده عشان ابقى انا موجود لوحدي في الحته ديت، فما بجيبش منافس ليا في نفس المكان يفضل معايا. فكون ان انت عشان كده قلت لك انت متمسك لسه بفطرتك يا تريزيجيه. طبعا. يعني لو انا لا هعمل كده، بس انا عارف ان رزقي هيجي. بالظبط. فالكلام بيجيب بقى. اصل انا دايما ما بحبش الحوارات اللي هي البلاستيك ديت. لا انا فاهم والله يا ابراهيم، ما هو محدش ياخد رزقك يا ابراهيم. رزقك انت ما هتيجي على حد بكره، هتيجي اللي يجي عليك. يعني انت لو جيت على حد هتيجي بكره، ربنا انت فكر ما حدش شايف، لا ربنا شايف. ربنا هتبقى طريق مفتوح لك، هيقوم مسدود بسبب حاجه انت عملتها دي. فانا بقول لك انا لعيبه كتير والله العظيم، لعيبه كتير مصريه انا بنفسي موديهم نوادي بره. زي مش ما اقدرش اقول اسامي عشان هم ما يحسوش بحاجه، بس والله العظيم انا لعيبه كتير بيسالوني. لا بيسالوني وانا بتكلم لهم بقول لهم دول لعيبه كويسه. انا بسعى للناس في الخير. انا ماليش مش هاخد حاجه من حد ولا حد ياخد مني حاجه، بس بتتعامل مع ربنا، ما بتتعاملش مع حد. والله انا الحمد لله يا ابراهيم لو بطلت كوره دلوقتي مش عايز حاجه من حد، مش فارق معايا حاجه. الحمد لله الحمد لله. يعني فانا بقول لك انا بتكلم باللي في قلبي والصح. ده الصح اللي يتعمل. ما تقفش الرزق. واحد صاحبك جاي له رزق ما تقفش قدامه. واحد صاحبك بيفتح له طريق انت ما توقفوش عشان انت تفكرش الطريق ده ما توقفه انت هتروح مكانه. لا، هو ربنا هو اللي فتح له الطريق ده وجعلك سبب. ممكن السبب ده لو فتحت له الطريق ربنا يفتح لك طرق تانية كتير. برافو عليك والله، برافو عليك. دي الفلسفه دي قليله برضو ان تبقى موجوده في الحته بتاعه الكوره. حته الكوره بيبقى فيها شويه النيرف والمنافسه، ممكن ينسوا الواحد شويه حاجات ليها علاقه بالاصول. شفت ازاي انتقال زيزو للاهلي؟ طبعا انتقال ضحكت قوي، ابتسمت. لا يعني حاجه تخض. هو راجل ما شاء الله في نادي الزمالك. طبعا كان بيلعب في نادي كبير جدا، نادي الزمالك، وجمهوره كبير ونادي يعني الواحد بيديله كل الاحترام. فطبعا كان مكسر الدنيا هناك، ففجاه لقيته في النادي. يعني طبعا يعني خضه جامده. بس زيزو معايا في المنتخب بقى لنا كتير، 3 4 5 سنين بنلعب مع بعض في المنتخب، وصاحبي جدا وكده. وحتى في النادي هنا احنا مع بعض على طول، ما بنسيبش بعض، لان هو شخصيه بروفيشنال وشخصيه محترمه، وهو اختار طريقه، وربنا يا رب يوفقه يا رب معانا في النادي، ونقدر نحقق كل البطولات مع اللعيبه كلها. علاقتك بالشنو عامله ايه؟ الشنو اخويا، الشنو مع بعض برضه. الشناوي معايا من 2018 من ايام روسيا، ايام كاس العالم. والشناوي من بلدي، والشناوي صاحبي، مش مجرد زميل فريق وكده، لا ده صاحبي جدا وراجل وجدع وبيلم اللعيبه كويس جدا وقائد بمعنى الكلمه يعني. تريزيجيه، انا الوقت جري بيا للاسف، وانا لسه ما لحقتش استمتع بيك، ولسه عندي اسئله كتيره. ممكن تسمح لنا نسجل جزء تاني بعد الحلقه على طول ونذيع بكره؟ مفيش مشكله يا ابراهيم. جاهز؟ جاهز، مفيش مشكله. وربنا انت جميل. ربنا يخليك والله انت جميل حبيبي. طبعا ده يعني زي ما حضراتكم عارفين انه تريزيجيه لعيب عنده تفاصيل كتير. احنا لسه تخيل كل ده، انا ما بتكلمش عن مسيرتك في المنتخب. لسه مش على المنتخب، ما جيناش ناحيه المنتخب، ما جيناش ناحيه حاجات كتير جدا جدا هنتكلم فيها اكيد كمان شويه في الجزء اللي احنا هنسجله واللي هنذيعه لحضراتكم بكره. تريزيجيه، انا بشكرك مؤقتا على هذه الحلقه اللي دلوقتي على الهواء مباشره، وهناخد جزء ان شاء الله باذن الله نذيعه بكره. بشكرك شكرا جزيلا يا تريزيجيه. بشكرك على جمالك وعلى جمال قلبك وعلى نقائك وعلى الصفاء اللي جواك، وان شاء الله باذن الله نكمل في الجزء اللي هيتذاع بكره ان شاء الله. انا بشكرك يا ابراهيم، وبشكر المشاهدين، ويا رب اكون ضيف خفيف عليهم. انت جميل يا تريزيجيه والله، انت جميل. يعني هي حلقتنا خلصت النهارده، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر فريق العمل بالكامل. جزء تاني ان شاء الله باذن الله يتذاع بكره. اتمنى تكونوا استمتعتوا. شخصيه واضحه لم تلوث، وده قليل جدا جدا انه تتعرض لهذا الكم من التجارب المختلفه في الشغلانه بتاعه الكوره، تفضل محافظ على الثوابت بتاعتك، يبقى عندك فكر خاص بيك انت، عندك توكل على الله. والله العظيم يا جماعه الحاجات دي بتفرق جدا جدا. مش بس اجتهاد في الملعب، ومش بس مذاكره بره الملعب، النوايا الحلوه السالكه زي الجدع ده بتساعد. ربنا يخليك يا هيما والله، ربنا يحفظك. اشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره. سلام عليكم.